الفيديو الأول: ما هي الحماية الدولية؟ الحماية تعني الحصول على الاستقبال في بلد آمن والعيش فيه، وتستطيع أن تطلب الحماية إذا كنت هارب من بلدك وحياتك معرضة للخطر. إذا طلبت الحماية في إيطاليا فأنت طالب لجوء. إيطاليا قد وقعت اتفاقية جنيف، وهو قانون عالمي يعلن حماية اللاجئين الذين يهربون من بلدهم للخوف من الاعتداء أو الملاحقة. وبهذا الاتفاق اللاجئ له الحق للحصول على الحماية في بلد غير بلده لأنه معتدى عليه. الاعتداء هو عمل لا يحترم حقوق الإنسان، وعلى المثال الاعتداء يمكن أن يكون اعتداء جسدي، عقلي، جنسي، أو رفع قضية جنائية لمن لا يريد أن يدخل في الخدمة العسكرية إذا كانت الخدمة للقتل الأرواح البريئة. الاعتداء ممكن أن يكون سياسيا، دينيا، عنصريا، دوليا، أو لكونك عضو في منظمة اجتماعية. إذا كنت ملاحقا لسبب من هذه الأسباب فيحق لك أن تطلب اللجوء وبالاعتراف بالحماية لو ستاتوس دي ريفوجاتو. وللمزيد من المعلومات عن الأسباب للاعتداء استمع للتسجيل الأول: اتفاقية جنيف. وحتى إذا لم تكن ملاحقا من بلدك تستطيع أن تطلب الحماية إذا كنت هارب من بلدك بسبب: يوجد خطر بشنقك حتى الموت، المخاطرة بالتعذيب، المخاطرة من الموت في الحرب في بلدك. في إيطاليا هذه المخاطرات تعد مخاطرات كبيرة جدا. المخاطرة في حياتك هي من إحدى الأسباب التي تعني أنك يجب أن تكون محمي من طرف أي بلد آمن، وبهذا تستطيع أن تطلب اللجوء سوسيداريا. عند وصولك إلى إيطاليا غالبا ما يحصل أنك تكون بدون أي أوراق تثبت عن شخصيتك، وهذا يحصل لأنك ليس لديك هوية في بلدك. تنسى أوراقك لخوفك وتهرب. ليس لديك الوقت الكافي للذهاب إلى السفارة الإيطالية وتطلب التأشيرة للدخول إلى إيطاليا. قد ضاعت أوراقك أثناء الرحلة. إذا وصلت إلى إيطاليا بدون أي أوراق تثبت عن هويتك فأنت غير قانوني. إذا كان لديك أوراق ولكنك لا تملك تأشيرة الدخول فأنت غير قانوني. ولهذا السبب من المهم جدا أن تذهب بسرعة إلى الشرطة وأن تطلب اللجوء.